هعمل معاكم النهاردة أسهل وأطعم كانيلوني ممكن تدوقوه. في طاسة سخنة هنحط اللحمة المفرومة، وأول ما لونها يغير وتبقى كلها لون واحد هنضيف عليها بصلة مفرومة وجزرة متقطعة مكعبات صغيرة قوي، ونتبلهم بملح وفلفل. نشوحهم مع بعض شوية، وبعدين نضيف عليهم كوباية من عصير الطماطم ومعلقة كبيرة من الصلصة وربع كوباية من المية. نغطيها ونسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. ونجهز صوص البشاميل. هنجيب معلقتين كبار من السمنة ونحط عليهم معلقتين كبار من الدقيق. نقلبهم مع بعض ثواني الدقيق يستوي، ونحط عليهم 3 كوبايات من الحليب. ونقلب على طول عشان ما يكلكعش، ونتبلهم بملح وفلفل ورشه بسيطه قوي من البصل البودر والقرنفل. واول ما تغلي وتوصل للقوام الخفيف ده نقفل عليها على طول. وهنجيب الكريب ونحط عليه شويه من الحشوه ومعلقه كبيره من البشاميل وشويه من الجبنه الموتزاريلا. ونجيب صينيه نحط فيها شويه من البشاميل الاول، ونرص عليها وحدات الكانيلوني، وعلى الوش نحط بقيه البشاميل ورشه حلوه من الجبنه، وندخلها الفرن المكونات كلها تسخن مع بعضها، ونقدمها على طول وبألف هنا على قلوبكم.